بسم الله الرحمن الرحيم. 30/6 قرب او 28/6 قرب. المهم ان احنا نخلص من القصه اللي احنا فيها دي باقل خسائر. مش عايزين حرب اهليه، ومش عايزين بحور دم، ومش عايزينكم تصدقوا اللي بيتقال من بعض الشيوخ الافاقين والمنافقين، ويقول لك الكفره ولا مفيش كفره وهم اللي كفره. يعني احنا استغفر الله العظيم ما ينفعش نقول على حد كافر ثم بيكفروا الناس. والدين الاسلام دين وسطي، مش محتاجين ان احنا نتكلم في الاسلام ايه، وهم مش هيعرفونا اسلام عشان شويه نصابين ماسكين البلد. فاحنا عايزين نعرف الناس، عارفين ان ناس كتير جدا هتنزل، وناس كانت مؤيده للنظام ده برضه هتنزل، بس احنا عايزين ننزل بسلميه، عايزين ننزل، مش عايزين حد مندس بينا يعمل اي اعمال شغب وتيجي فينا احنا في الاخر. مش عايزين حد من عندنا يحدث ازازه مولوتوف زي ما كان بيحصل من الاخوان في تظاهرات المتظاهرين في محمد محمود وفي مجلس الوزراء، والجيش يضرب والناس تضرب. لا احنا عايزين الناس بقى تفهم، الجيش مش هيأذي حد، مش يضرب شعبه ولا الشرطه. خليكم فاهمين وحطوا الكلام ده في بالكم، وخلوا الكلام ده في عقلكم. الجيش مش هيضرب حد ولا الشرطه، انسوا الكلام ده. الناس دي هتبقى في ظهرنا، لان الناس دي زهقت من نظام بيفرط في نهر النيل، بيفرط في حلاب وجلاتين، بيفرط في كرامتنا. مش بيفرط فيها، ده ضيعها، بيضيع كرامتنا، بيفرط في اثارنا، بيفرط في قناه السويس، بيفرط في كل حاجه في البلد من اجل الكرسي. الناس دي اللي هم نازلين يحتفلوا بالطرطور اللي ماسك البلد على مرور سنه. هو عمل ايه في السنه؟ يقول لك كتاب الانجازات. ايه الانجازات؟ الانجازات الخراب اللي عايزاه امريكا واللي عايزاه اسرائيل، صديق العظيم شيمون بريز. ويجي في الاخر يقول لك بروتوكولات ايه؟ وجايب لي العريفي هنا، الكلب السعودي العريفي جاي يقول جهاد لسوريا. احنا ما بنعرضش ان احنا نجاهد لسوريا، بس سوريا فيها مؤامره بتتدبر زي ما بتدبرها مصر. طب ما تعالى يا عم عريفي انت ومحمد حسان ومحمد عبد المقصود والناس كلها اللي بتقول جهاد وافتح باب الجهاد، ومرسي ود ابنك يا مرسي، ود ابنك. لو انت راجل يا مرسي ود ابنك، ولو انت راجل يا محمد يا حسان روح جاهد في سوريا، مش هقول لك في اي حته تاني. ولو انتوا رجاله كلكم يا اللي بتحسوا الناس على الجهاد روحوا جاهدوا. صفوت حجازي قال شهداء بالمنيع القدس رايحين، وبقاله سنه قاعد اهو، لا شفناه راح ولا عمل. مسلمين في بورما بيولعوا فيها في الشارع وبيحرقوها وبيدبحوها، ولا بنسمع كلمة حقوق إنسان من أمريكا، ولا بنسمع كلمة ديمقراطية وهم مسلمين، ولا سمعنا محمد حسان طلع يتكلم، ولا سمعنا محمد عبد المقصود اللي بيكفر طلع يتكلم، ولا سمعنا كلب السعودية العريفي طلع يتكلم، ولا قال جهاد ولا حاجة. فلسطين بقالها أكتر من 60 سنة متمرمطة، وهي أولى بالجهاد إن احنا نروح نجاهد فيها. واللي طلع كتب لي زمان أيام النظام السابق قال الجهاد وافتحوا لنا باب الجهاد، وساعتها حسني مبارك قال روحوا، ما راحوش. النهارده انتوا بقى ايه اللي في ايدكم؟ كل حاجه. عملتوا ايه في فلسطين؟ ولا حاجه. ما اتضربش منكم طلقه على اسرائيل، ما عملتش اي حاجه. انتوا ناس كدابين. فانا بطالب الشعب المصري خلاص بقى، الناس دي تعرف كذبها. المتأسلمين وكل الشيوخ الكدابين المنافقين، محمد حسان وغيره واللي جاي من بره. العريفي ده لو قال الكلام ده في بلده الملك هيقتله، هيتجلد لحد الموت. الكلب اللي جاي هنا يحس الشعب على انه روح يجاهد. روح جاهد انت يا كلب، يا عريفي يا كلب، روح جاهد واحنا ساعتها نروح وراك. انما تيجي تقول لنا روحوا وبعد كده تمشي، لا مش دي. محمد حسان يروح يجاهد، محمد عبد المقصود يروح يجاهد، صفوت حجازي يروح يجاهد، كل اللي بيطلب بالجهاد يروح يجاهد واحنا هنروح وراه. لكن ما تقولوش للناس جاهدوا وانتوا قاعدين هنا بتتصوروا في القنوات وبتاخدوا فلوس ومعاكم ملايين من شغل التطبيل اللي بتعملوه. في حاجه مهمه قوي النهارده، في كلام على لسان الكاتبه سكينه فؤاد. دي كانت مستشاره
الرئيس نوفل المرسي بتاعنا، اقسم بالله العظيم مصر تسرق الان. الاخوان يحاولوا الوصول لاوراق وخرائط ومستندات غايه في الخطوره، مستندات وخرائط ومخطوطات تتعلق بحقيقه مصر في حلب وشلاتين، مستندات وخرائط تتعلق بطابه وسينا، ومستندات تتعلق بحوض نهر النيل، واوراق تتعلق بحدود مصر مع ليبيا، ومستندات تدين تاريخ الاخوان المسلمين، التاريخ القذر بتاعهم. وبعد وصول وزير الثقافه الاخواني الدكتور علاء عبد العزيز، الدكتور ناصر حسين يواجه وحده حرب شرسه من اجل وصول الاخوان الى تلك المستندات، ولا يعرف كيف والى متى سيتحمل ما يحدث له. انقذوا تراث ومستندات مصر قبل ان تضيع مصر. ده كلام الكاتبه سكينه فؤاد على لسانها النهارده، ودي كانت مستشاره مرسي. فانا بطالب الجيش والشرطه ان هم ياخدوا بالهم، وطبعا اكيد هياخدوا بالهم، واكيد المخابرات هتاخد بالها، والعناصر المندسه اللي بتخش البلد اللي خرجتهم السجن، اي حد منكم يشوفهم يتكتف ويتسلم الجيش. وبطالب الجيش بقتل الناس دي، مفيش محاكمه، خلاص الناس دي قتلتنا وقتلت اخواتنا. انا ما روحتش معاهم في التحرير والكلام الفاضي اللي حصل ده، ما طلعتش. المؤامره اللي اتدبرت وفي ناس ماتت بالاونطه وشهداء، هم شهداء طبعا، بس ماتوا بالاونطه من اجل وصول كلاب للسلطه، ومن اجل مؤامره قذره من امريكا. والنهارده بنشوف مرسي بيعين محافظين تابعين لايمن نور، شبشب اوباما ولا شبشب امريكا. ايمن نور ده برضه من ضمن كلاب مصر، ما خافش من حد. والراجل يطلع يقول له انت بتقول كده ليه؟ يقول له انت كلب. كل الناس دي خونه. انا بطالب، مش بطالب ان حد يمسك مصر، بطالب ان الجيش يتولى الحكم. هو الجيش الوحيد اللي بيخاف على البلد، وهو الحاجه الوحيده اللي بتحمي البلد هو الجيش. لا احنا ولا حكومه ولا اي كلام من الكلام ده، كل دول كدابين. الحاجه الوحيده اللي بتحمي مصر هي الجيش. واول اهداف الناس دي هو اسقاط الجيش عشان مصر تتقسم. مجلس رئاسي لا، مجلس رئاسي لا، مفيش الكلام ده. الجيش يمسك، وبعد كده تحصل انتخابات نزيهه بعد ما تتنظف مصر من كل الكلاب اللي فيها. اي واحد بيسعى للسلطه مش عايزين، اي واحد بيجري ورا الكرسي احنا مش عايزينه. احنا عايزين واحد يخدم شعب مصر، عايزين واحد يحافظ على تراب مصر، عايزين واحد يحكم مصر بالشريعه الاسلاميه، الشريعه الاسلاميه بتاعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي تاريخها اكتر من 1400 سنه، مش شريعه الاخوان ولا شريعه شويه السلفيين اللي عندنا الصيع والوهابيين والكذابين، واللي بيقعدوا يفصلوا، اللي كانوا بيروحوا عند القذافي ياخدوا منه فلوس، بيروحوا للقذافي يا محمد يا حسان ياخدوا منه فلوس ويسهروا ويعملوا واتفضح. مش عايزين الكلام ده، احنا عايزين ناس تتقي ربنا في البلد وفي الشعب. وكنا نفسنا نشوف الهانم اللي جاء اليومين دول امبارح او اول امبارح، اسمها محفوظ، اللي قبضت برضه ومشيت وبتقول انا لظروف خاصه مش هقدر اشارك. مش عايزينك تشارك، انا عارف الظروف الخاصه ان مفيش قبض المره دي. هي كانت مسرحيه وانت كنت كومبارس، دورك انتهى، زي ما مرسي دوره هينتهي، زي ما كل واحد على الساحه السياسيه دوره بينتهي. ليه؟ عشان انتوا عملاء وكلاب وخدامين لامريكا. انما احنا عايزين واحد راجل، عايزين واحد راجل يحكم البلد بقبضه من حديد، بالكرباج، زي ما كانوا بيقولوا انتوا ما بتمشوش غير بالكرباج. الكرباج كان للناس قلالات الادب، للبلطجيه والحراميه، انما اللي كان ماشي في الشارع محترم وفي حاله ما كانش فيه كرباج ليه. فبعد اذن الشعب، بعد اذن الناس اللي هتنزل، احنا مش عايزين احزاب في وسطنا، ومش عايزين حركات، ومش عايزين جماعات، عايزين ننزل نقول يسقط محمد مرسي، يسقط الظلم، يسقط الاخوان المسلمين. عايزين نبدا عهد جديد مع بلدنا، عايزين نحرر وطننا من الفساد، عايزين راجل يتقي ربنا في البلد ويحكم البلد بنزاهه. الاخوان قالوا انتوا ثروه مبارك اللي اتسرقت كل واحد منكم ليه 83,000 جنيه، وعملوا اشاعات وخربوا الدنيا. بعد ما وصلوا الحكم قالوا كل واحد من الناس من الشعب المصري مدان ب 14,000 جنيه. فين ال 70 مليار؟ فين فلوس مترو الانفاق اللي كنت بتقولوا انها تصرف على البلد؟
فين ذهب منجم السكري اللي كان بيسرقه حسني مبارك، اللي بتقولوا بيسرقه حسني مبارك؟ فين ايرادات قناه السويس اللي طبعا كنت بتقولوا ده تصرف على 40 بلد؟ فين ثروه مبارك؟ فين القصور والذهب والياقوت والمرجان واللي قلت هناخده فين فلوس احمد عز؟ الناس بتخرج براءه، انتوا ناس كدابين. فين الفلوس اللي كانت مسروقه بره؟ فين المشروعات والاستثمارات اللي كنت بتقولوا هيعملوها رجال الاعمال؟ اللي هو خيرت شاطر كل شويه يبعت الناس يحدفوا سمراميز بالطوب وبالازاز وبالمولوتوب عشان يشتري بالاكراه. فين الحريه؟ فين العداله؟ فين حقوق الانسان؟ احنا شفنا حقوق الانسان حاجه واحده، السحل في عهدكم. فين حقوق المعارضه؟ حقوق المعارضه كانت تكفير، كل كلمه بتتقال ضدكم يا كافر يا بلطجي يا قليل الادب. لا انتوا ما تنفعوش. انا بطالب شعب مصر يقفوا رجاله، لا هنقف في الشارع يوم واثنين وثلاثه وعشرة سلمي من غير ما نقل ادبنا، من غير ما نشتم حد، بس هنوصل للي احنا عايزينه. ومش عايزين نقول مجلس رئاسي، ومش عايزين واحد من اللي بيستولوا على السلطه من ايام مرسي، مش عايزين. احنا عايزين راجل عسكري يمسك البلد فتره معينه، وبعد كده يتعمل انتخابات نزيهه محترمه، ناس بتخاف على البلد اللي تمسك البلد. غير كده لا. ربنا يستر من اللي جاي. السلام عليكم. افصل عبد. خلاص يا قلت كل اللي في نفسك.